أكثر من 10 جرحى وأضرار مادية كبيرة في المحال التجارية القريبة من الحادث هي حصيلة ما خلفه تفجير السيارة المفخخة والتي انفجرت في شارع العلوة الشعبية يوم أمس. أحمد كريم والتفاصيل. بالأمس باتوا في منازلهم آمنين وكلهم أمل في استقبال يوم جديد. ساعات صباح 23 من يوليو مرت بخير لتأتي لحظة الوعيد عندما مالت أميال الساعة لتقترب من 1 ظهرا. حدث ما كان غير لازم أن يحدث. انفجار هز شارع العلوة الشعبية في بعقوبة. تباينت الآراء فيه حول الهدف المقصود، إلا أن الأرواح والأجساد تطايرت متخذة من الفضاء مكانا لها بعد أن ضاقت بها الأرض. فكانت الضحية الأولى بائع شاي ترك أباريق وفناجين على الأرض تنتظر من يشرب بها الشاي في عزائه. أما الضحية الأخرى فلم يتبقى منه سوى قطعة قماش سوداء تقول رحل إثر حادث مؤسف. أنا كنت بالمحل قاعد وفجأة صار انفجار وما حسينا إلا يعني المحل احترق فوق راسنا وتأذينا وضررنا، يعني المحل كله احترق وفي يعني إصابتي بالذان إصابة. يعني هاي الانفجارات دا تصير لعن السيطرات وينها والتفتيش من نطلع ينخلوها نخل السيارة مالتنا. زين ليش هالشكل العالم الأبرياء؟ ليش هاي اللي عنده أطفال، هاي اللي الثاني بنها دا يروح على باب الله ويرجع، هالشكل يعني يسوون بالعالم يوميا. أول بارحة بالمفرق ما أدري البارحة هنايا يم الشابندر والمسدسات الكاتمة الصوت شلون دا تدخل هاي وهالتفتيش هذا. زين ما يصير هالشكل، خلي يسوون لنا حل. من كانت تحارب حر الصيف أذابتها نيران التفجير، فبقت المروحة ريشا وهيكلا معلقة في سقف محل حرق بالكامل، مضيفة خسائر مادية إلى الخسائر البشرية. ونحن نستقبل شهر رمضان المبارك امتزجت المواد الغذائية مع غيرها من مواد على الأرض، فمنها ما بقى على حاله ومنها ما طبخته النيران ليكون وجبة لأفواه لا توجد في قواميسها كلمة شبعنا. مشهد مريب، دماء وأدخنة ودفتر ديون بقى وحيدا ينادي فمن يسدد بعد أن ثقل الدين ومات الدائن واختفى المدين. الرقابة بالسيطرة وعدم يعني هسه السيارة شلون تعبر، بس يقعد عسكري لابس ملابس عسكرية بالسيارة ما يتفتش، يعبر قبل أو لابس ملابس عسكرية ضابط فاتل. هذا يطبق القانون مثل ما مطبق بالجنوب، السيارات ماكو رتل عسكري، كلها مواطن ما مواطن تدخل على السيطرة تتفتش. احنا هنا بالعكس، خارج السيطرة فات عبر، والله شنو لابس ملابس عسكرية، والله شنو ضابط، ما يصير هذا. أطالب تطبيق القانون على الجميع، مو مكتوب تعويضنا احنا اولا تعويضنا معنويا ونفسيا، وبعدين نطالب تعويض ماديا للفندق وتعويض ماديا للمحلات اللي جوانا اللي تاثرت. بس اهم شيء تعويض الامن يتوفر، اذا طبق القانون بحذافيره يصير امن. أحد الفنادق الذي في مواقع الحدث نال حظه من حادث الأمس، فلم تبقى في نوافذه زجاجة صامدة فكلها تطايرت، ولتتخذ زجاجة طائشة أضاعت طريقها محطة في رأس الطفلة رقية كي تضمها إلى سرب جرحى الحادث والذين هم في تزايد مستمر. شو اسمك؟ فلة. ايش بيش فلة؟ بيش تعورتي؟ بالانفجار؟ لا بارحة؟ وين؟ سووا راسك؟ بس بالله خيطوك؟ وين؟ من نار؟ أهالي محافظة ديالى باتوا يخافون من إشراقة شمس يوم جديد، إذ لربما يحمل لهم في طياته انفجار آخر يفرق بين الأم وولدها ويزرع الرعب في أجساد وقلوب الآخرين. من موقع الحدث لفضائية ديالى، أحمد كريم، بعقوبة. أزمة البنزين فقرة أخرى